اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. وطري. بسم الله الله اكبر. ده الساندوتش شايفين، تحمير تحت وفوق. اللهم صل على النبي. ده برضه الساندوتش تغطي بحته قماشه، دي بحته قماشه طبعا عشان يطرى اكتر. وبعد كده فرزيه في الفريزر، كل كيس فيه شويه حطيه في الفريزر. لما تيجي تسخنيه وتطلعيه بسم الله ما شاء الله تفطر بيه الصبحيه. دي سندوتشات للمدارس، ودي عملتها عادي كده زي القرص وعليها الجبن من فوق. بسم الله ما شاء الله. سندوتش عسل حلو، تحمير تحت وفوق. اللهم صل على النبي. بالهنا والشفا يا رب. الف هنا وشفا. 2 كيلو دقيق فين ودقيق، علبة زبادي، باكو خميرة، باكو فورية وخميرة فورية، باكو بيكون بودر الشيف، 3 معالق سكر، كوباية سمنة، رجعنا مية دافية مش اكتر من كده. بسم الله ما شاء الله. بالهنا والشفاء. الف هنا وشفا. جابوا الكمية الحلوة دي. بسم الله الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. يبرد كده خالص وفوقيه فرزيه في اكياسه، عشان المعجون بخميرة ده بكره يبوظ عشان الجو حر عندنا. بكره يبوظ منه خسارة. في التلاجة. طلع السخني في الفرن، طلعيه من بالليل وتفطري بيه على كده براحتك. الف هنا وشفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا معجنات، يلا خبيز، يلا نعمل بيتنا في الخير كده. المخبوزات في البيت خير. اللهم صل على النبي. ده 2 كيلو دقيق، علبة زبادي الكبيرة، سكر، خميرة فورية، كيس بيكنج بودر، مية دافية مش اكتر من كده. دي ذرة ملح. كان على 2 كيلو دقيق ذرة ملح. بنقلبها حلوة كده. ونسيت صح، كوباية سمنة. يبقى 2 كيلو دقيق، علبة زبادي كبيرة، باكو خميرة وباكو بيكنج بودر، السكر 3 معالق سكر كده، بحيث اللي ياكل المخبوزة يحس بطعمها لو خدها مع كوباية شاي بلبن ولا حاجة، متبقاش دالعة خالص كده وماسخة. ومية دافية للعجن. مية دافية دي حسب العجينة ما تلف معاكي. ونص كوباية سمنة أو كوباية سمنة. عامة السمنة مع الزبادي بتطر العجينة والمخبوزة وتخليها حلوة وطرية وطعمها حلو وريحتها حلوة يعني. أي نوع سمنة عندك، زبدة، اللي يريحك حطيه. كوباية سمنة كده ونحطها معاه. أنا شوية جبنة موتزاريلا النهاردة، هنخلي فيه سادة بس عشان نعمل أكتر من كده للفطار. بالليل مالكيش نفسي تتعشي، الجو بقى حر، مع كوباية شاي. بسم الله ما شاء الله. بالهنا والشفا يا رب. هنا حطينا خميرة، نص كوباية مية دافية. دافية يا جماعة عشان تنشط الخميرة. والسكر هنحطه هنا بدل ما نحطه على الدقيق هنحطه هنا. السكر هينشط الخميرة. جابها تدويجة حلوة. هنا حطينا السمنة وحطينا الزبادي، حطينا البيكنج بودر اهو، كوباية السمنة وعلبة زبادي كبيرة وباكو بيكنج بودر الشيف. والسكر بدل ما نحطه على الدقيق حطيناه على الخميرة هنا. ندوبها فيها كده ونعجن جاية مع بعضينا كده لحد ما العجينة دي جنبينا كده تختمر. هوريها لكم. الخميرة ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله اهي. كده نكمل هدي الطريقة دي. لازم فيها كتير لحد ما نخليها ننعمها بالايدينا كده. مش مية تاني خلاص كده. نبل ايدنا وننعم في العجينة لمدة نص ساعة. الطريقة دي كده نخلصها خالص. وبعد كده معلقتين زيت كده ونحطها عليها، مش اكتر من كده. عجينها مدة نص ساعة كده. الطريقة دي هي حلوة برضو شايفين بسم الله ما شاء الله. بس لسه عايزة تعجن، لسه مفتحة. شايفين لازم تبقى ناعمة جدا. عجينها لمدة نص ساعة كده ونملكها جامد تبقى طرية. نبل ايدينا في المية الدافية ونعجن. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. نعمت خالص بقت حلوة. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. نص ساعة
كده تقعدي تدوسي فيها كده، نعميها. اللهم صل على النبي. شايفين؟ الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. حط لها معلقتين زيت كده نسيبها ايه تخمر. الجو حر طبعا، هتخمر بسرعه، اقل من نص ساعه تكون خمرت باذن الله. نحضر الجبن بتاعتنا ونشوف هنحشيها ايه باذن الله. وانا هنخليه ساده، تشربيه مع شاي بلبن يبقى ساده. واللي عايزه مثلا تتعشي بيه بالليل مثلا تقطميه كده، شيل جبن، مكس جبن كده، وبالهنا والشفا يا رب. الف هنا وشفا يا رب. قومي اعملي حاجه حلوه لعيالك، لو عندك دقيق في البيت كيلو احكينيه، وبالهنا والشفا يا رب. الف هنا وشفا. الجو بقى حر مش محتاج اكل، الحاجات دي بتاكل. بالهنا والشفا يا رب. بسم الله ما شاء الله. خمرت ازاي؟ اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. مكملتش ما شاء الله نص ساعه. ميه دافيه طبعا. خميره، اللهم صل على النبي، خميره كويسه. زيت وبنقطعها كور كده. ونحطها كده ونبتدي ايه نحشي، نشوف هنحشيها بايه. واللي رايحك عايز تعمليها ساده تمشي. بسم الله ما شاء الله. شايفين العجينه طريه وحلوه؟ اللهم صل على النبي. بالهنا والشفا. قطعناها الاول كده نسيبه يرتاح الاول كده، وبعد كده ايه ندهن صواني زيت ودي دهناها ايه. ده القرص الايه الساده اللي هو ساده، ما ملوش اي حشوه غير ان طبطبناه كده بس اهو. وهنسيبه يخمر ما شاء الله. وبعد ما يخمر هيبقى بسم الله ما شاء الله. ده القرص الساده. ودي الجبنه اللي قلت لكم عليها هنحطها برده كده على صينيه نشتغل. نحط جبنه اهي. نقفلها حلو كده. بالطريقه دي. عندي حبه بركه نحط على وشها كده. بسم الله ما شاء الله. بالهنا والشفا. بالطريقه دي هعمل كل الكميه بالطريقه دي. بعملها زي سندوتش واقفلها خالص كده. سندوتش عملناه اهي. سندوتش محشي جاهز. ما شاء الله اهو. ده السادة، ده المحشي. ولسه بنكمل، نسيبه يخمر خالص يرتفع. وبعد كده ايه ندخله الفرن. ولسه في باقي كمية اقطعها واخلصها ان شاء الله. ان شاء الله خمر اهو ارتفع. الفرن ونخلصه. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. وطري. بسم الله الله اكبر. ده الساندوتش شايفين تحمير تحت وفوق. اللهم صل على النبي. ده برضه الساندوتش تغطي بحته قماشه. بحته قماشه طبعا عشان يطرى اكتر. وبعد كده فرزيه في الفريزر. كل كيس فيه شويه حطيه في الفريزر. لما تيجي تسخنيه وتطلعيه بسم الله ما شاء الله تفطر بيه الصبحيه. دي سندوتشات للمدارس. ودي عملتها عادي كده زي القرص وعليها الجبن من فوق. بسم الله ما شاء الله. سندوتش عسل حلو، تحمير تحت وفوق. اللهم صل على النبي. بالهنا والشفا يا رب. الف هنا وشفا. 2 كيلو دقيق فينو ضيق، علبة زبادي، باكو خميرة، باكو فورية وخميرة فورية، باكو بيكون بودر الشيف، 3 معالق سكر، كوباية سمنة، رجعنا مية دافية مش أكتر من كده. بسم الله ما شاء الله. بالهنا والشفا. ألف هنا وشفا. جابوا الكمية الحلوة دي. بسم الله الله أكبر. بسم الله ما شاء الله. يبرد كده خالص وفوقيه فرزيه في أكياسه.
عشان المعجون بخميرة ده بكرة يبوظ، عشان الجو حر عندنا، بكرة يبوظ منه خسارة. في التلاجة. طلع السخني في الفرن، طلعيه من بالليل وتفطري بيه على كده براحتك. ألف هنا وشفاء.